طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الرئيس سياس أفورقي يستقبل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق مالك عقار. كلية حمل مال الزراعية تخرج 410 طالب بدرجتي بكالوريوس والدبلوم. مدينة جيشن الألمانية تحظى باستضافة المهرجان السنوي للإريتريين في ألمانيا. الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا قنابل عنقودية. اليابان ستشرع في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية. من العناوين إلى التفاصيل. صرح نائب مجلس السيادة السوداني الفريق مالك عقار بأن السودان تمنح اعتبارا كبيرا لموقف إريتريا الثابت حول حل القضية السودانية بالمبادرات السودانية والدعم الإقليمي والشركاء، وذلك في اللقاء الذي جمعه بفخامة الرئيس سياس أفورقي والفريق مالك عقار مساء 8 يوليو في قاعة دندن، والتصريح الذي أدلى به لوسائل الإعلام الإريترية. وأوضح الفريق عقار بأنه تناول مع فخامة الرئيس أفورقي الأوضاع السياسية، الأوضاع السودانية الراهنة وإمكانية وقف الحرب، وكذلك دور إريتريا في تأكيد إيجاد الحلول. وأكد فخامة الرئيس سياس أفورقي في اللقاء أن إريتريا لا تستقبل السودانيين كلاجئين بل كمواطنين، وأن الشعب الإريتري يستقبلهم فاتحا أبوابه بكل سعادة وسرور. وقال الفريق مالك عقار أننا نثمن فتح إريتريا حدودها للسودانيين الأشقاء دون أي مقدمات، مشيدا بموقف الحكومة والشعب الإريتري. وحضر اللقاء من الجانب الإريتري وزير الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار فخامة الرئيس سياس أفورقي السيد يماني قبراء، وسفير إريتريا بالسودان السيد عيسى أحمد عيسى. ومن الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير ضفع الله الحاج علي. خرجت كلية حمل مال الزراعية أمس 8 يوليو في دورتها 16 410 طالب، بينهم 216 طالبة بدرجة البكالوريوس والدبلوم. وفي كلمة افتتاحية ألقاها المدير الإداري لمعهد مؤسسات التعليم العالي والأبحاث الدكتور هيلي محسون، هنأ فيها الخريجين والمعلمين. وقد حضر مراسيم تخريج كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة يتقدمهم وزير الزراعة السيد الرفاين برهي وممثلي مكتب الأمم المتحدة في إريتريا. وذكر عميد الكلية البروفيسور ولد أملاخ أرايا أن قطاع الزراعة يعد في بلادنا العمود الفقري ومصدر الحياة المعيشية لغالبية المواطنين، مشيرا إلى أن خريجي الكلية يساهمون بفعالية في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة المهام والأبحاث الزراعية المتعددة وتعديد الثروات الطبيعية. وعرب وزير الزراعة السيد الرفاين برهي عن تهنئته للخريجين الذين يجنون ثمار جهدهم، مذكرا إياهم أن هذه المناسبة ليست النهاية بل هي البداية لمسيرة جديدة. وذكر أن الغذاء الآمن يعني إنتاج الغذاء الخالي من الكيماويات، موضحا بأن إريتريا بذلت مساعي حسيسة منذ 2.5 عام لتأكيد غذاء آمن للإنسان والحيوان بإنتاج وتوزيع السماد الطبيعي ومضادات الآفات والأمراض بكثرة. وتعهدت ممثلة الخريجين لتسخير معارفهم ومقدراتهم لخدمة الشعب والحكومة الذين بذلوا جهدا حسيسا لبلوغهم إلى هذا المستوى. الجدير بالذكر أن كلية حمل مال الزراعية خرجت منذ تأسيسها 5883 طالب وطالبة، وتقدم الكلية تدريس في 5 مجالات بدرجة الدبلوم و7 بدرجة البكالوريوس، من ضمنها علم البذور والحيوان وصحة النباتات وعلم الخضروات والفواكه والبيطرة والثروة الأرضية والبيئة وعلم الغذاء والتكنولوجيا. نظمت فعاليات المهرجان السنوي للإريتريين المقيمين في ألمانيا خلال 8 و9 يوليو بحفاوة كبيرة. وأفادت المعلومات الواردة من هناك بأن حكام أقاليم البلاد الستة
أضافوا على التجمع الوطني الحافل بحضور الإريتريين من كافة المدن الألمانية والدول المجاورة جمالا وبهاء. وقدم حاكم إقليم عسى وسعادة السفير عبد الله موسى توضيحا مفصلا حول الأوضاع الداخلية للبلاد والبرامج التنموية ومشاركة المواطنين المقيمين في الخارج. كما شهد المهرجان برامج أخرى من ضمنها برامج موجهة لأصدقاء إريتريا من الألمان ومراسيم تخريج طلاب الإريتريين المتخرجين بمختلف المجالات. واشتملت فعاليات المهرجان هذا العام برامج ثقافية وعروض فوتوغرافية بالإضافة إلى برامج موجهة للأطفال وكذلك تبادل التجارب الثقافية والتراثية للمجتمع الإريتري مع الأصدقاء. أفاد مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد أبراهام تخلو أن إعداد مليوني شتلة تغرس هذا الخريف في الإقليم الأوسط. وذكر بأن مراكز الشتول التسعة أعدت 23 نوعا من الشتول، 77% منها من الشتول الكيبتوس، و13 أشجار وطنية و10 أشجار مستوطنة. وقال ستغرس 50% من الشتول عبر برامج التشجير الأهلي، و15% عبر حملة الطلاب الصيفية التنموية، و12% عبر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، و3% عبر المدارس، و5% عبر معسكرات قوات الدفاع الإريترية. وأشار إلى أنه سيتم قرص غالبية الشتول في مناطق بيت قرقش وماي سروا ومبادرهو وماي دمنت. وأوضح السيد أبراهام بأن 90% من الطلاب المشاركين في الحملة الصيفية التنموية سيتم توزيعهم في 31% من النقاط لإنجاز مهام حماية التربة والمياه وبناء مدرجات كونتورية في حوالي 190 هكتارا و770 كيلومترا، وإعداد حوالي 390 حفرة لقرص الشتول. وذكر نجاح 80% من الشتول المغروسة في منطقة مايد منات خلال عامين، مشيرا إلى تخصيص 110 حراس للمحميات وكذا حراسة الأشجار المغروسة مسبقا. خرجت مدرسة أسمر الموسيقية في 8 من يوليو في قاعة سينما معسكر دندن 20 دارسا بمستوى الشهادة، وذلك بعد دراسة امتدت ل3 سنوات. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس ولد جبريل أن الدراسة اشتملت على دراسة موسيقية أساسية من حيث التنسيق والخلفية وتقانة الموسيقى والعزف المشترك على الآلات الموسيقية التراثية، وكذلك المعرفة والاستمتاع بالأصوات الموسيقية. وذكر أن المدرسة إضافة إلى الدراسة المنتظمة التي تقدمها في داخل المدرسة، قامت بتدريس أعضاء فرقة المارشات العسكرية الوطنية في حسحز لفترة 2.5 عام. وقالت ركزت الدراسة على تأليف الموسيقى وقيادة الأوركسترا، مشيرا إلى أن كافة الدارسين اكتسبوا المعرفة الموسيقية الدافعة إلى تطوير مستقبلهم في هذا المجال، خاصة الثقافة الوطنية الثراء. وقال المدير العام لقسم التعليم والتأهيل الفني والمهني بوزارة التعليم السيد تسفاي سيوم إن المعرفة المكتسبة هي جزء من مجال الآداب الواسع، مشيرا إلى دورها الكبير في تثقيف وتوعية الجماهير. وتعهد ممثل الخريجين بتقديم كل ما يطلب منهم مستفيدين من المعرفة النظرية والتطبيقية المكتسبة، وتسخيرها أيضا في إخراج الاحتفالات الوطنية بحفاوة كبيرة، فضلا عن تعزيز ثقافتنا وقيمنا الثراء. وزعت الجوائز على الطلاب المتفوقين. تخرج مدرسة أسمر الموسيقية هذا العام للمرة 21 منذ تأسيسها. تبرع موظفو الحكومة ب 193 كيس دم بهدف إثراء خدمات نقل الدم. وبموجب ذلك تبرع أعضاء قسم ميكا 74 بعشا جولجول ب 113 كيس دم، وأقسام ميكا 74 بتراكسي ب 60 كيس دم. وطلاب مدرسة ناقفال للعلوم الاجتماعية الدفعة 21 و24 الذين كانوا في فريق قرصة 20 كيس دم. وقال منسق مدرسة ناقفال للعلوم الاجتماعية الدفعة الثانية 21 و24 الأستاذ قبر تنسي قبر جابر
إن التبرع بالدم هو جزء من الأنشطة المنتظمة للكوادر، ورغم أنهم كانوا يتبرعون في السابق على المستوى الفردي إلا أنهم يتبرعون هذه المرة على مستوى مجموعات للمرة الثانية. وقال المشاركون إن التبرع بالدم ليس أنه ينقذ الحياة التي لا تتعوض فقط، بل هو أيضا فرصة للتعرف على أوضاعك الصحية، على أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أعلنت الولايات المتحدة قرارها بتزويد أوكرانيا قنابل عنقودية للمرة الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا، في خطوة لقيت انتقاد منظمات دولية. وأتى القرار الذي أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن اتخاذه كان صعبا للغاية في وقت تعاني قوات كييف للتقدم ميدانيا في هجوم مضاد أطلقته قبل شهر لاستعادة أراضي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا وجنوبها. وأكدت واشنطن حصوله على ضمانات من كييف بأن هذه الأسلحة التي حذرتها الدول عدة لن تستخدم ضد المدنيين. ولقى القرار الأمريكي انتقادات دولية، وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رغبته في عدم رؤية هذه الأسلحة تستخدم ميدانيا. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرجي شوغي تفقد قوات وأشرف على تدريب وحدات تشكلت حديثا مؤلفة من جنود متعاقدين. وقالت وزارة الدفاع أن وزير الدفاع في روسيا الاتحادية أشرف بنفسه على تدريب جنود متعاقدين على عمليات قتالية في مختلف الظروف، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية. أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عقب اجتماعه بنظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران إنهما اتفقا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وفتح السفارتين. وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن العلاقات بين البلدين تسير على المسار الصحيح، وتم الاتفاق على إلغاء التأشيرات السياسية كخطوة أولى بعد ذلك لإلغاء التأشيرات الطبيعية، مشيرا إلى إجراء محادثات سياسية جيدة على مستوى كبار المسؤولين من كلا الجانبين، ومؤكدا على مواصلتها في المستقبل. والتقى عبد اللهيان نظيره الجزائري أحمد عطاف في طهران وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطوير التعاون المتبادل إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. أعلنت اليابان عن إزالة آخر عقبة كانت تقف بوجه خطة تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية، في وقت قالت الصين أنها ستحظر استيراد مواد غذائية من عدد من المناطق اليابانية لهذا السبب. في غضون ذلك أكدت سول أن الخطة اليابانية لتصريف مياه محطة فوكوشيما في المحيط سيكون لها تأثير لا يذكر على كوريا الجنوبية في محاولة لتهدئة قلق السكان المتنامي. وأثر الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالة من الذعر بسبب مخاوف من أن تتسبب تلك المياه بتلوث المحيط والملح المستخرج من البحر. وتقوم خطة طوكيو على التخلص من حوالي 1.33 مليون طن من المياه الملوثة المخزنة في موقع المحطة الذي سيبلغ حده الأقصى قريبا بإلقائها في المحيط بعد معالجتها وتخفيف كثافتها. وكانت المحطة قد أصيبت بأضرار جسيمة إثر زلزال عنيف تلاه تسونامي سبب حادثا نوويا في 11 من مارس لعام 2011، إلا أن الخطوة قوبلت بمعارضة محلية وإقليمية. تتواصل في جنيف أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة، وتبحث القمة التعاون بين الإنسان والروبوتات في مختلف الأنشطة والمجالات، فضلا عن دور الذكاء الاصطناعي في معالجة المشكلات الأكثر إلحاحا على كوكب الأرض.
وعقد على هامش القمة والمؤتمر الصحفي على الإطلاق بإجماع الروبوتات والبشر. وقالت الروبوتات التي عرضت في المنتدى أنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشاكل العالمية، لكنها لن تسرق وظائف البشر أو تتمرد عليهم. في المقابل أعطت ردود متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليها الخضوع لقوانين أكثر صرامة. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. الرئيس السياسي يستقبل نائب من رئيس مجلس السيادة السوداني. كلية حمل مالو الزراعية تخرج 410 طالب بدرجتي بكالوريوس والدبلوم. مدينة جينس الألمانية تحظى باستضافة المهرجان السنوي للإريتريين في ألمانيا. الولايات المتحدة تسلم أوكرانيا قنابل عنقودية. إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات. اليابان ستشرع في التخلص من مياه محطة فوكوشيما النووية. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.